فاليوم كان انعقاد الندوة الصحفية الخاصة بماراثون الرباط الدولي اللي غادي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تنظيم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يوم 27 أبريل 2025. فهذا الحدث الرياضي البارز اللي أصبح موعد سنوي كيترقبوه عشاق رياضة ألعاب القوى والسباقات على الطريق داخل المغرب وخارجه. إن شاء الله غادي يكون واحد الحدث مهم. فهذا الحدث منذ النشأة ديالو يعني اكتسب واحد الصيت عالمي، وهو كيعكس التطور الحضاري والعمراني اللي كتعرفوا مدينة الأنوار تنفيذا بطبيعة الحال للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحنا كلجنة منظمة إن شاء الله غادي نديروا في كل ما في الوسع ديالنا باش هاد الدورة هذه إن شاء الله ترقى للأحسن، وكذلك باش نحصلوا على شهادة التميز لابيل هاد السنة. وكيف ما كتعرفوا فات الماراثون أنه حصل على شهادة ديال التميز، والآن كنطمحوا وكنراهنوا على شهادة أخرى. ومن طبيعة الحال كنراهنوا على عدد المشاركين. فالسنة الماضية تجاوز 20,000. هاد السنة هذه كنرتئوا أنها كتكون واحد المشاركة جد قوية ديال هواة السباقات على الطريق، كذلك أجود العدائين الدوليين بجانب العدائين المغاربة. فماراثون الرباط الدولي سيجوب أكبر شوارع مدينة الرباط، وإن شاء الله باش تكون فرصة باش الناس يشاهدوا المآثر التاريخية والعمرانية لعاصمة الأنوار. ان شاء الله هذه السنه مرتقب انها نتجاوزوا السقف ديال العام اللي فات ديال السنه الماضيه اللي كانت كيتجاوز ال 40، وصلوا حتى ل 50 دوله مشاركه، 53 دوله مشاركه. ان شاء الله هذه السنه هذه الرهانات ديال الجامعه هو انها تفوت هذا السقف هذا، ولما لا. تحت الرئاسه الشرفيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ستحتضن مدينة الرباط الدورة الثامنة للماراثون الدولي. الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عندما نظمت أول ماراثون كان العدد جد محدد، يعني ما تيتجاوزش 5000 أو 6000 أو 10000. الآن السنة الفارطة وصلنا 29,000. السنة الحالية نطمح باش يكون عدد المشاركين أكثر من 29,000 مشارك، وهذا غادي يخلي الاتحاد الدولي يعني ينظر بواحد منظار قوي على أن ماراثون الرباط سيبقى من ضمن الماراثونات المعترف بها دوليا بالنسبة للماراثونات العالمية اللي معروفة. رغم ذلك بأنه حديث العهد الآن يحتل مرتبة جد متقدمة بالنسبة لباقي الماراثونات. غادي يكونوا مجموع الآن اليوم إلى غاية يومه انطلاق هذه الندوة كاين 60 يعني بطل أولمبي وعالمي إلى جانب الأبطال المغاربة في الماراثون اللي عبروا على الرغبة ديالهم في المشاركة في هذا الماراثون. وأكيد هذا العدد غادي يزيد يرتفع في المستقبل. ولكن كل دابا الآن الصحافة واقفة، ساكنة مدينة الرباط واقفة، اللي تنطمحوا له هو أنه يتحقق رقم قياسي للماراثون بالنسبة للسنة الفارطة، وهذا ما هو مأمول فيه على حسب الأسماء المشاركة اللي غادي تكون حاضرة إلى جانبنا، سواء العنصر النسوي أو العنصر الرجالي. غادي يمر الماراثون من جميع الشوارع المهمة في مدينة الرباط. كان مآثر تاريخية جد مهمة لتزخر بها مدينة الرباط. كذلك إذا كنا تنشوفوا الماراثون غير من الجانب الرياضي، خصنا نشوفوا من الجانب الاقتصادي، من الجانب الاجتماعي، ومن جانب العلاقات، لأن يعني غادي تكون عندك 56 أو 58 بلد
اللي غادي تكون غادي تنقل هذا الحدث من طبيعه الحال تتنقلوا من جميع الجوانب، يعني الحضاره ديالنا، الكرم ديال المغاربه، المآثر التاريخيه اللي هي جد مهمه. كذلك ساكنة مدينة الرباط وسلا وتمارا وجميع المدن المجاورة وجميع المدن المغربية بحول الله غادي يكونوا حاضرين لإنجاح هذا الملتقى بحول الله. وشكرا. المشاركة للناس بطبيعة الحال يعني الجميع، يعني كما وضحت المرة الأولى بأن الصحافة، المسؤولين، المنتخبين، الكل يسعى لإنجاح هذا، وما غادي تكتمل هذا العرس غادي يكتمل إلا بنداء تنوجهه لجميع السكان المغرب وجميع المهتمين والجمعيات الرياضية اللي تتعاطى الماراثون ونصف الماراثون وكذلك 10 كيلومترات باش يشاركوا ويكونوا في الموعد المحدد بحول الله. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.